ازيكم يا جماعة، ورجعنا لكم من تاني في ملخص جديد. النهاردة هنتكلم عن فيلم دراما وتشويقي من 2015 اسمه Lethal Seduction. استعدوا لأن الجاي مولع. المشهد بيتفتح على واحدة ست جميلة بتعوم في البسين بكل ثقة وجاذبية. بعدها بنروح على مارك، طالب في آخر سنة ثانوي، راجع من المدرسة مع صاحبه ويلتر. وهما ماشيين عينيهم وقعت على شوية ستات كبار شوية بس لسه محافظين على جمالهم. ويلتر حاول يروش عليهم بس الستات طنشوه ومشوا كأنهم مش موجودين أصلا. أول ما مارك وصل البيت اتفاجئ بحفلة عيد ميلاد مفاجأة كانت محضراها مامته. من ضمن الضيوف كانت ميلاني، البنت اللي مارك معجب بيها من زمان، بس بعد شوية شافها جوه الحمام وهي بتجهز للبسين بارتي. قالت له ممكن تساعدني أربط البيكيني؟ وهو وشه احمر وقال طبعا. بس فجأة أمه دخلت وربطتها بنفسها زي كل مرة، بتحب تمشي كل حاجة تحت رقابتها. مارك وقف بيتفرج على الكراش عمره وهي بتعوم، مش قادر يقرب ومش عارف يعمل حاجة. ورا ظهره كان واقف راندي زميل مامته في الشغل، وكان واضح عليه انه معجب بمامته جدا. قال لمارك لو احتجت اي حاجة انا موجود، وبيحاول يتقرب منه علشان يوصل لمامته. والتر دخل على الخط وقال له بص يا صاحبي، لو عايز تلعبها صح مع ميلاني طلع مامتك بره وخلي الحفلة تظبط. مارك وحيد أبوه وأمه، متوفي من وهو صغير، علشان كده تانية بتخاف عليه زيادة عن اللازم. وفي اللحظة دي جات له فكرة، اتصل براندي وقال له مش هتخرج مع ماما بقى، خدها على العشاء بكرة. وفعلا تاني يوم بالليل مامته خرجت، وساعتها بدأوا الحفلة الصغيرة. ويلتر دخل جامد على صاحبة ميلاني، أما مارك فكان قاعد ساكت جنب ميلاني ومش عارف يبدأ منين. لكن الحفلة اتقطعت فجأة لما واحد كبير في السن دخل وقال لهم يلا على درس الكتاب المقدس. والمفاجأة إن اللي باعت الراجل ده هي أمه نفسها، كانت عايزة تراقب ابنها وهي بره. تاني يوم تانية طلبت من مارك يروح يشتري لها حاجات من محل العدد، وهناك قابل واحدة ست أنيقة في منتصف العمر اسمها كارثة، وهي كارثة افتكرته موظف في المحل وسألته عن حاجة. قال لها أنا مش شغال هنا بس أقدر أساعدك، وابتدى يشرح لها كأنه مهندس سباكة، وكان باين إنه مش قادر يشيل عينه عنها. وهي خارجة قالت له مش هتيجي تساعدني أركب الدش؟ مارك اتردد شوية وقال أنا لازم أرجع أساعد ماما. بس كارثة قالت له هديك فلوس، وفعلا وافق وراح معاها ركب لها الدش. ولما قال لها إنه خلص، كارثة قلعت الروب وقالت لازم أجربه، وبصت له وقالت تحب تجربه معايا؟ مارك اتوتر بس أقنع نفسه يدخل الشاور، قلع التيشيرت ودخل وراها. ومن اللحظة دي كل ركن في البيت اتقلب نار، مطبخ، حمام، أوضة النوم، البسين، كل حاجة في كل مكان. اليوم كان مولع بشكل ما يتوصفش. ولما رجع البيت مامته شافت عليه السعادة وقالت في نفسها الواد ده في حاجة. حكى لويلتر على الست الغنية اللي نام معاها، وويلتر كان هيموت من الصدمة. بالليل مامته سألته رايح فين بالشياكة دي مع ميلاني؟ قال لها لأ، واحدة تانية. وفي الخروجة بدأ يحكي لكارثة عن الابليكيشن اللي بيطوره. كارثة قالت له أنا عندي صاحبة في شركة كبيرة ممكن تهتم بيه. مارك اتحمس بس هي قربت منه وقالت له بس خلي بالك أنا لما بساعد لازم أخد حاجة في المقابل. وقالت له كلمتين في ودنه ودخلت الحمام. وفي اللحظة دي واحد غريب قرب من مارك وقال له لو عقلك في راسك ابعد عنها قبل ما تدفع التمن. بس مارك طنش الكلام وطلع معاها على البيت وقضى الليلة عندها تاني. تاني يوم أمه كانت مولعة من القلق، صرخت فيه كنت فين طول الليل؟ قال لها أي كلام عشان يسكتها. قالت له هعمل لك أكلك المفضل. رد وقال مش متأكد هكون موجود ولا لأ. دلوقتي مارك بقى مقضيها كل وقت مع كارثة، وعرف منها إن جوزها مات وساب لها ورث ضخم. وفي يوم وهو بيدين لها لوشن الجو ساخن فجأة وعملوها تاني، بس المرة دي عند البسين. ومارك جوه الحمام بياخد شاور، وتاني عينيها وقعت على موبايله. أمه وقفت تبص له اللحظات بس الفضول غلبها ومسكته. وفي اللحظة دي أمه عرفت إن البنت اللي ابنها بيوعدها اسمها كارثة. وفي مشهد تاني بنشوف كارثة لوحدها بتاخد أدوية وشكلها مش طبيعي، باين عليها إنها عندها اكتئاب. وفجأة بتقوم تكسر المراية. بعدها على طول بتروح عند بيت مارك وبتبدأ تمدح فيه هو وأمه بطريقة غريبة. أمه اتصدمت أول ما عرفت إن كارثة تقريبا في نفس سنها،
هما على السفرة الجو كله كان غريب وساكت، مفيش حد بينطق بكلمة لحد ما كارثة بدأت تتكلم عن الابليكيشن اللي مارك شغال عليه. قالت إنه هو ممكن ينجح جدا ومش بعيد مارك ما يحتاجش يكمل الجامعة. أمه على طول انفعلت وقالت لها مش هنسيب المنحة بتاعتك في بيرنستون، وأضافت قدام الكل وبعدين أنا مش موافقة على علاقتكم دي أساسا. مارك جري على طول وراها بيعتذر وهي قالت له بكل جراءة الراجل الحقيقي ما بياخدش إذن من ماما. وفي اللحظة دي أمه كانت واقفة بتغلي وقالت هيرجع، ولما يرجع أنا هربيه. بس فجأة بتبص من الشباك بتلاقي مارك ماشي مع كارثة. ولما وصلوا عند بيتها عملت حركة غريبة، ربطته في سور البسين وقعدت تستغل ضعفه وهي متحكمة فيه تماما. في نفس الوقت أمه بدأت تدور على كارثة على الإنترنت ولقت إنها أرملة زيها بالظبط، وجوزها السابق كان رجل أعمال غني جدا ومات من 5 سنين. تاني يوم أمه قررت تروح بنفسها لبيت كارثة. قالت لها بهدوء أنا كأرملة فاهمة اللي انت بتمر بيه. كارثة بصت لها بنظرة سخرية وقالت لها انت ست مسكينة روحي على بيتك. تانية ما سكتتش وردت ابني هيفوق وهيسيبك في يوم من الأيام. كارثة ردت بثقة هنشوف، وسابت الباب يتقفل في وشها. بعدها كارثة طلبت من مارك يسيب بيتهم ويجي يعيش معاها، بس هو كان متردد وقال لها ماما لسه محتاجاني وكمان فاضل شهر على ما اسافر الجامعة. الست اتعصبت وقالت له طالما كده امشي من هنا. في الوقت ده مامته كانت بتحكي لراندي انها قلقانة جدا على ابنها، وهو قال لها نصيحة سيبيه يغلط ويتعلم. بس تانية شافت ان النصيحة دي مجنونة لان كارثيا بالنسبة لها واحدة مختلة تماما. راندي فكرها بالبنت اللي مارك كان معجب بيها في الحفلة. مارك عمل فيديو كول لكارثة واعتذر لها وقال لها ينفع اعدي عليكي؟ بس قبل ما ترد امه ندهت عليه بصوت عالي مارك انزل تحت. نزل لقى تانية جايبة المفاجأة ميلاني بنفسها. مارك فرح جدا، رجع على الكول وقال لكارثيا مش هينفع اعدي، اشوفك بكرة. قفل السكة بس كارثة كانت مولعة، كانت بتغلي من الغيظ ومش عارفة تمسك نفسها. وبعد الغدا تانية قالت للاتنين اطلعوا اتفسحوا بره وقضوا وقت حلو. مارك كان حاسس بغرابة شوية بس ميلاني كانت بتضحك وبتحاول تكسر التوتر. خرجوا مع بعض واكلوا ايس كريم وقعدوا يتكلموا كتير، وفي الآخر مارك مد إيده وبسها. بس اللي ما يعرفوش إن عينين كارثة كانت عليهم من بعيد. وأول ما ميلاني ركبت عربيتها علشان تمشي كارثة طلعت فجأة من ورا الكرسي، حطت سكينة على وشها وقالت لها اسمعي مارك ده بتاعي أنا ومش عايزة أشوفك حواليه تاني. وقبل ما تمشي جرحت خدها بقطع صغير، جرح تحذيري بس مرعب. مارك فضل يرن على ميلاني طول اليوم بس مفيش رد. قال لولتر انه عايز يخلص من كارثة وانه نفسه يبدأ علاقة جديدة مع ميلاني. وفعلا ولتر خد المبادرة وراح عند بيت كارثة علشان يوصل لها الرسالة بنفسه. بس الغريب انه حاول يغريها وقال له بكل بجاحة لو مارك مش عايزك انا موجود. لكن كارثة ما ضحكتش، بالعكس وشها اتقلب ومدت ايديها على سكينة. في نفس الوقت مارك اخيرا قدر يعمل فيديو كول لميلاني، بس الغريب هو مش قادر يشوف وشها كويس. قالت له بصوت متوتر احنا ما ينفعش نشوف بعض تاني. ولما سألها ليه قفلت السكة في وشه على طول. بعد المكالمة دي كارثة كلمت مارك وقالت له بالمناسبة صاحبي اللي في شركة انتل عايز يقابلك ويشوف الابليكيشن بتاعك. وفعلا في الاجتماع الراجل اللي قابل مارك انبهر بالفكرة جدا، بس بعد شوية قال له بصراحة في شركة تانية سبقتك ونزلت نفس الفكرة، بس لو تحب احنا ممكن نديك شغل عندنا لما تبقى جاهز. اول ما الراجل مشي كارثة رجعت تضغط عليه تاني وتقول له سيبك من الجامعة خد الشغل دلوقتي. لكن مارك وقف وقال لها أنا مش عايز مساعدتك تاني، عايز أعتمد على نفسي. وأول ما لف علشان يمشي كارثة شالت إزازة وضربته بيها على دماغه. في الوقت ده تانية كانت قلقانة جدا، بقالها أكتر من يوم مش سامعة أي حاجة عن ابنها. حاولت تتصل بولتر صاحبه بس هو كمان مش بيرد. مارك صحي ولقى نفسه مربوط جوه غرفة الساونا، وكارثيا كانت بتبصله بنظرة غريبة وقالت له أنا عملت نفس اللي بعمله معاك ده مع جوزي اللي فات. وقبل ما تسيبه وتمشي ضربته بسيخ نار في جسمه. وفي نفس الوقت تانية مش قادرة تهدى فرجعت تطلب مساعدة راندي، بس للأسف طلع واقف زي الأهبل، لا عارف يعمل حاجة ولا ينفع بحاجة. بعد شوية
كارسيا بعتت رسالة من موبايل مارك لتانيا علشان تديها الإحساس إن الرسالة من ابنها، وبعدها بلحظات تانيا وصلت عند البيت وكارسيا استقبلتها بكل هدوء ودعتها بتدخل. اديتها كلبشات وقالت لها لو عايزة تشوفي ابنك لازم تلبسيهم، وبعد ما لبستهم خدت تانيا عند مارك وسابت لها مسدس وقالت لها يا إما تقتلي نفسك يا إما تقتلي ابنك. في اللحظة دي راندي بقى قلقان جدا علشان مش قادر يوصل لتانيا خالص، فقرر إنه يروح بنفسه يدور عليها. عدت ساعات طويلة في الساونا وتانيا ومارك ابتدوا يحسوا بدوخة وتعب. كانت تانيا خلاص هتضحي بنفسها علشان تنقذ ابنها، لكن فجأة جالها فكرة. كارسيا سمعت صوت طلقة، جريت على غرفة الساونا ولقت تانيا نايمة على الأرض، وأول ما قربت منها علشان تشوف إيه اللي حصل تانيا قامت بسرعة وضربتها بطوبة وحصل خناقة عنيفة ما بينهم. لكن تانيا قدرت تمسك دماغ كارسيا وتلزقها في الحجارة السخنة بتاعة الساونا لحد ما فقدت الوعي. تانيا ومارك خرجوا بسرعة بس كارسيا صحيت وطلعت تجري وراهم، كانت هتهاجمهم لكن في اللحظة الأخيرة اتطعنت بسيخ نار. اللي أنقذهم كان راندي، وصل في الوقت الصح وضربها قبل ما تأذي أي حد، وكمان لقى والتر مربوط ومستخبي جوه صندوق الزبالة. بعدها بشهر مارك كان بيجهز يسافر الجامعة وكانت ميلاني رايحة معاه. تانيا أخيرا قررت تسيب ابنها يعيش حياته وكانت بتودعه وهي متأثرة جدا. وأول ما مشي دخلت واحدة ست جديدة طلعت حبيبة والتر الجديدة، ست غنية وكبيرة في السن أرملة. وهنا الفيلم بيخلص. لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديو جديد قريب جدا. سلام.